أسعد الله أوقاتكم بكل خير. ركب محامي الطائرة وجلست بجانبه امرأة جميلة، وبعد عدة دقائق قالت المرأة للمحامي وبصوت هادي بدون أن تعرض نفسك لأي مشاكل: اعطيني كل ما تملك من النقود وأنت ساكت وبهدوء، قبل أن أقوم بالصراخ بصوت عالي وأقول أنك تتحرش بي، وسوف أقوم بفضحك، ووقتها تعرف ماذا سيحصل. ستأتي الشرطة وتأخذك وتصبح فضيحتك في كل مكان. ولكن كان المحامي ذكي، فأخرج ورقة وكتب عليها: أنا أخرس وأطرش، لا أستطيع أن أسمع ماذا تقولين، فاكتبي لي الذي تريديه مني على الورقة حتى أفهمك. وبعد ذلك قامت المرأة وكتبت ما تريد على الورقة، فأخذ الورقة منها ووضعها في جيبه وقال لها: الآن تستطيعي أن تصرخي بأعلى صوتك، فدليل براءتي أصبح الآن في جيبي وبخط يدك. فعلا كان هذا المحامي ذكي جدا. في قصة أخرى مضحكة وطريفة لزوج ذكي أوقع زوجته في الحفرة التي حفرتها له. من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، مثل قديم ومعروف وشائع جدا. وهذه القصة تشرح هذا المثل بطريقة طريفة ومضحكة جدا جدا. قصة حدثت بين زوج وزوجته، موقف مضحك ولكنه معبر بشكل رائع. في يوم من الأيام كان هناك زوج وزوجته يعيشون حياة سعيدة وهادئة. وذات يوم رجع الزوج من شغله ليبلغ زوجته أنه قد اشتاق إلى أهله وإخوته وأولادهم كثيرا، وأنه قرر أن يدعوهم لتناول طعام الغداء معه غدا في المنزل. فطلب منها أن تحضر ألذ وأفخم أنواع الطعام التي تليق بأهله. بدأ على الزوجة الانزعاج وقالت لزوجها بتأفؤف: إن شاء الله خير. ولم تجيب أكثر من ذلك. لم يضع الزوج في رأسه شيئا سيئا وقال لها ببساطة: أنا سوف أتصل بأهلي حتى أؤكد عليهم عزومة الغد إن شاء الله. فقالت الزوجة بابتسامة ساخرة وهي قد خطر على بالها فكرة شريرة: حسنا يا عزيزي، افعل ما تريد. وفي صباح اليوم التالي ذهب الزوج إلى عمله كعادته، وفي تمام الساعة 1 ظهرا رجع إلى البيت مسرعا وسأل زوجته: ماذا طبخت اليوم لعائلتي؟ فهم على وشك الوصول. فهم على وشك الوصول. ماذا طبخت اليوم لعائلتي؟ فهم على وشك الوصول وسيكونون هنا في خلال ساعة. فقالت الزوجة: لم أطبخ شيئا، فأهلك ليسوا غرباء ويمكنهم أن يتناولوا من الطعام الموجود بالبيت. اشتعل الزوج غضبا وهو يقول لها: سامحك الله، كيف لم تطبخي شيئا؟ أقول لك أن أهلي قادمين لتناول طعام الغداء اليوم وأنت لم تقومي بالطبخ لأجلهم. الآن هم على وشك الحضور، فماذا أفعل؟ أخبريني. قالت الزوجة في برود: يمكنك أن تتصل بهم الآن وتعتذر لهم أنه جاءك عمل عاجل ولن يستطيعوا القدوم، فهم ليسوا غرباء، هم أهلك. نظر إليها الزوج في غضب مفتعل، ثم غادر المنزل دون أن يقول أي كلمة أخرى. بعد قليل إذا بباب المنزل يطرق. قامت الزوجة في تباطؤ ظنا منها أن أهل زوجها قد جاءوا، ولكنها تفاجأت بأهلها وإخوتها وأولادهم يدخلون البيت.
وقفت متسمرة في مكانها غير قادرة على التحرك من الدهشة. رحبت بهم وأدخلتهم فسألوها عن زوجها، فاعتذرت لهم أنه غير موجود وخرج قبل قليل. فتعجب أبوها وسألها: لقد دعانا زوجك البارحة إلى طعام الغداء، فكيف يعزمنا بنفسه ثم يغادر المنزل؟ صعقت الزوجة من كلام والدها وبدأت تفرك يديها في توتر، محتارة ماذا تقول لأهلها وماذا تقدم لهم من الطعام. فلم يكن موجود في البيت سوى الطعام العادي، وطعام لا يليق أبدا بأهلها ولا يمكنها أن تقدمه لهم. اتصلت بزوجها على الفور وسألته في غضب: لماذا لم تعلمني أنك قد عزمت أهلي أمس لتناول طعام الغداء؟ فقال لها في عدم اهتمام: أهلي وأهلك ما في فرق بينهم. فقالت الزوجة: أرجوك احضر معك طعام جاهز من الخارج، فلا يوجد أي طعام في المنزل يمكن أن أقدمه إلى أهلي. فقال الزوج في بساطة: أنا الآن بعيد جدا عن المنزل، وهؤلاء أهلك وليسوا غرباء، يمكنك أن تقدمي لهم من الطعام الموجود في المنزل مثلما كنت تريدين أن تقدميه لأهلي. وانتهت القصة بذكاء الزوج وتصرفه الذكي الذي جعل زوجته تقوم بهذا التصرف الغبي والطريف في نفس الوقت. وأتمنى أن تنال إعجابكم، وأتمنى أن تشتركوا بالقناة وتضغطوا زر الإعجاب وزر الجرس ليصلكم كل جديد. وتحياتي للجميع.